السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بكل متابعينا على القناة. فيديو جديد معانا النهاردة هنتكلم فيه عن أنواع الحمام وتربية الحمام. هنبدأ إن شاء الله في الفيديو بتاعنا بالكلام عن الحمام الرومي، وبعد كده هنتكلم عن الحمام الكينج والحمام اللاحم والحمام الروماني والحمام الزاجل وأي نوع من أنواع حمام الزينة. هنتكلم إن شاء الله عن كل نوع، إيه هي مميزاته وايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلك لما تيجي تربي الحمام ده، وايه هو افضل حل للمشاكل دي بحيث ان انت تنتج عدد كبير من الزغاليل وباحجام كويسة. هنتكلم ان شاء الله في الاول عن الحمام الرومي المهجن والحمام الروماني البيور. الحمام الروماني البيور ده يا جماعة له مواصفات قياسية معينة، لازم كل واحد عايز او حابب ان هو يربي حمام روماني لازم يعرف المواصفات القياسية بتاعته دي كويس جدا، لان الحمام الروماني له شبه كبير جدا في الحمام من الحمام الرومي المهجن. لو انت مش عارف مواصفات الحمام الروماني الاصلي البيور ممكن تشتري حمام رومي على انه حمام روماني ويضحك عليك، وطبعا في فرق كبير جدا في المواصفات وفي فرق كبير جدا بينهم وبين بعض في الاسعار. اولا الحمام الرومي والحمام الروماني والحمام الكينج دول من اهم مميزاتهم ان هم حجمهم كبير. بالنسبه يا جماعه لانتاجهم، الحمام التقيل ده بينتج حوالي 6 عشوش في السنه. لو انت ما حافظتش على الانتاج ده وعرفت ازاي تتعامل معاه ممكن ما تاخدش منه الا زغلول واحد او زغلولين طول السنه كلها. ليه؟ لازم يبقى عندك معلومات عن ان انا ازاي اتعامل مع الحمام التقيل ده لما ينتج معايا او لما يحط البيض. اولا الحمام الرومي والروماني والكينج اهم مميزاتهم ان هم حجمهم كبير، بيديك زغاليل حجمها كبير. لو انت هتستخدمها طبعا في الاكل او هتستخدمها في البيت ان شاء الله بتبقى كويسه جدا، بيبقى قد الحمام البلدي مرتين وثلاثه، لان الحمام ده بطبعه حجمه كبير فبيديك زغاليل كبيره. علشان كده الحمام الروماني والحمام الرومي والحمام الكينج اول حاجه لازم وانت بتاسس في العش عندك ممكن تعمل له العشوش بتاعتك كلها ارضي لو انت هتسيبه او انت هتربيه على السايب، لان الحمام ده قليل قوي ان هو بيطير او هو ما بيطيرش مسافات عاليه. فانت حتى لو انت رفعت العشوش بتاعته لفوق او الاقفاص اللي هو هيبيض فيها فوق في العشه مثلا في نص العشه كده بتخليها على ارتفاع بيكون بسيط مثلا حوالي متر ولا حاجه من الارض، علشان الحمام يقدر يطلع بسهوله وينزل للعش بتاعه. لو انت هتربي سلكات لازم تعمل عيون مساحتها كبيرة. لازم يا جماعة اقل حاجة السلاكة تكون الواجهة بتاعتها حوالي 70 سنتي او من 60 ل 70 سنتي، والعمق حوالي 60 والارتفاع 50 سنتي، ما تقلش عن كده عشان الحمام يبقى واخد راحته والحمام يقدر يعني يتكاثر فيها ويبدأ يديك انتاج كويس، ما يبقاش الحمام متضايق في العشة بتاعته او في العين اللي انت حطه فيها. طبعا الحمام الرومي والحمام الروماني والحمام الكينج بالنسبة للطاجن اللي انت هتربي فيه او هتسيب فيه الحمام يبيض بيبقى طاجن كبير اكبر حجم من الطواجن وبتبقى طاجن فخار. وطبعا بيبقى عندك في العشة باستمرار الرمل ده يا جماعة مهم جدا، لان احنا بنحط نص الطاجن تقريبا رمل علشان الحمام ده من تقل حجمه لو احنا سيبناه يحط البيض بتاعه على الطاجن نفسه مباشرة الحمام بيكسر البيض بسهولة جدا، وده هتتعرض له، لازم تتعرض له لو ما حطيتش رمل. البيضة يا جماعة بيبقى تحتها صلب وفرد الحمام تقيل، لما بيرقد على البيض نفسه ممكن يكسره. غير كمان ان احيانا الذكر والنتاية ممكن يكون الذكر نايم على البيض او راقد على البيض فترة طويلة، فالنتاية عايزة تقوم الذكر فبتبدأ تخبط فيه كده، فالذكر بيتبت شوية ويتنيه مستمر في الرقاد على البيض فممكن يضغط على البيض يكسره. اما الرمل هنا ميزته ان هو مش صلب تحت الحمام، فبيبدأ ياخد ويدي معاك مع البيض بحيث ان البيض ما يتعرضش للكسر. دي مشكلة كبيرة جدا ممكن تقابل ناس كتير، لو انت ما حلتهاش بالطريقة دي انت ممكن الحمام يبيض معاك وفي نفس الوقت ما تقدرش تاخد منه انتاج كتير او تخسر الانتاج بتاعه كله طول السنة، ممكن تاخد منه زغلول واحد او زغلولين. اما لو اتعاملت معاه كويس وبالطريقة اللي انا قلت لك عليها دي ان شاء الله ممكن تاخد منه عدد كبير من الزغاليل. وبالنسبة للطاجن البلاستيك يا ريت ما تستخدموش مع الحمام التقيل ده، لان الحمام يا جماعة بطبيعته اما بيجي يطلع على الطاجن بتاعه بيقف على حرف الطاجن، فالطاجن البلاستيك بيبقى خفيف ممكن يتقلب تحت منه، او ممكن ان هو لو في كمية الرمل قليلة، لان احنا عارفين ان الحمام بيحدق من الرمل ده وبياكل منه، عشان كده بيحتاج ان انت تزود الرمل باستمرار في الطاجن. لو انت حاطط كمية الرمل والحمام حدق من الرمل ده في الطاجن البلاستيك
اكيد الرمل لما يخف الطاجن هيبقى خفيف، والحمام تقيل هيقف على حرف الطاجن هيميل الطاجن، فممكن البيض يقع منه ويتكسر. فيا ريت ما نستخدمش الطواجن البلاستيك دي خالص مع الحمام التقيل. بالنسبة لمشكلة ترويق البيض أو البيض بتلاقيه غير مخصب تحت الحمام التقيل، الحل هنا يا جماعة سهل جدا وبسيط. انت هنا لازم بعد ما الحمام ان شاء الله يحط البيضة الاولى، في الغالب ما بيهتمش قوي ان هو يخصب البيضة التانية، فانت بيبقى عندك هنا نوع تاني من البيض، البيض البلاستيك. لما الحمام بيحط البيضة الاولى انت ممكن تشيل البيضة دي خالص من تحت الحمام لحد ان شاء الله ما ذكر الحمام يهتم بتخصيب البيضة التانية ويخصبها باذن الله. واول ما يحط البيضة التانية بتبدأ تحط له البيضة الاولى، بتبقى انت شايلها في مكان امن غير معرضة للكسر باذن الله، وتحط البيضتين تحت الحمام في يوم واحد ان شاء الله. في يوم ما بيحط البيضة التانية، فهنا بتضمن بنسبة مثلا 75% ان البيضتين ان شاء الله بيكونوا مخصبين. طيب لو انت عملت كده والحمام ما خصبش البيض تعمل ايه؟ تبدأ تهتم شوية تنظف المخرج او حوالين المخرج بتاع فرد الحمام، لان فرد الحمام التقيل لما بيجي يخصب لو حوالين المخرج بتاعه مش نظيف ممكن يتعرض هنا التخصيب للفشل، وتلاقي الحمام او البيض مروق معاك ومش مخصب. وممكن تستخدم طريقة تانية في إنتاج عدد كبير من الزغاليل مع الحمام التقيل. بتعمل إيه؟ بتبدأ تستخدم البيض البلاستيك اللي اتكلمنا عليه. لما يكون عندك الحمام حاطط البيض لازم يكون عندك حمام تاني حضان زي الحمام اللحم الفرنساوي أو الحمام الزاجل أو الحمام البلدي. بس هنا يا جماعة أنا ما بحبسش أو ما بحبش يكون حمام بلدي، لان الحمام اللحم الفرنساوي حنين جدا في التحضير، والحمام الزاجل نفس الوضع بالظبط. فانت بتبدا هنا بتستخدم البيض البلاستيك. اول ما فرد الحمام يحط معاك البيضه الاولى بتشيلها وتحط بدلها بيضه بلاستيك، وتشيل البيضه اللي هو حطها دي في مكان امن. بعد ما بيحط البيضه الثانيه انت بتبدا تشيل البيضه الثانيه وتبدا تجهز جوز الحضان. لازم يكون قص الحمام الحضان بايض تقريبا في نفس الوقت اللي بايض فيه قص الحمام عندك، علشان كده بيفضل ان انت يبقى عندك حوالي 10 قصوص حضان علشان تضمن على الاقل تلاقي قص او اتنين بيبيض مع الحمام التقيل ده في نفس الوقت. لان ما ينفعش مثلا ان الحمام الحضان يكون بايض بقاله 10 ايام او بقاله اسبوع واشيل البيض بتاعه واحط تحت منه بيض الحمام الروماني او الحمام الكينج، لان في الحاله دي البيض طبعا هيطول تحت الحمام، فالحمام ممكن يجي في وقت الفأس ويسيب الزغاليل خالص ما ياكلهاش او ما يطلعهاش وممكن تموت في قلب البيضه. فانت هنا افضل طريقه ان انت في خلال 3 ايام من وضع الحمام الحضان للبيض تكون مبدل البيض في الفتره دي، ما تزودش عن 3 ايام ان شاء الله. بنسبه كبيره الحمام الحضان بيرقد على البيض وبيحضنه كويس جدا وبيطلع معاك جوز زغاليل كويسين جدا وبيهتم بيهم. في ميزة حلوة جدا انت بتستفيد بيها لما تستخدم موضوع الحضان او يبقى عندك حمام حضان للحمام الروماني او الحمام الرومي التقيل او الكينج. الميزة دي ان انت لما بتشيل البيض من تحت الحمام الكينج او الحمام الروماني وتحضنه تحت حمام تاني زي الحمام اللحم الفرنساوي او الزاجل، ان شاء الله ممكن في خلال 15 يوم او 20 يوم الحمام التقيل ده يكون حاطط لك بيض تاني. فانت هنا بتستفيد بعدد كبير من الزغاليل في وقت قليل، ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة لان انت لو انت عايز تعمل سلالة من الحمام التقيل ده او عايز تكتر من العدد. تاني نوع معانا النهارده ان شاء الله هنتكلم عليه هو الحمام اللحم الفرنساوي. الحمام اللحم الفرنساوي لو انت هتربيه على السايب لازم تبقى عامل حسابك ان لكل قص حمام يكون فيه عشين، لان الحمام اللحم الفرنساوي بيبقى تحت منه الزغاليل وبياكلها وبيدور على عش تاني عشان يحط فيه البيض. فانت هنا لو انت عندك 10 قصوص حمام لحم فرنساوي لازم يبقى انت عامل حسابك في 20 او 25 عين علشان الحمام ياخد راحته وما يبداش يخش على عشوش بعض. لو انت هتربيه سلكات، السلكه بتاعته يا جماعه بتبقى حوالي الواجهه 60 والعمق 60 والارتفاع من 40 ل 50، ولازم تحط في قلب العين دي 2 طاجن. لو السلكه دي يا جماعه بدورين يبقى افضل، بيبقى في دور فوق ودور تحت. لو هي دور واحد او رف واحد مفيش مشكله، انت ممكن تحط الطاجنين ان شاء الله جنب بعض بحيث ان الحمام هيبيض باذن الله في طاجن منهم ويطلع الزغاليل، وبعد ما بيطلع الزغاليل بيلحم معاك العش في العش وبيحط لك بيضتين تانيين، فممكن يبقى لازم يبقى في موجود طاجن تاني باذن الله يحط فيهم البيض. دي حاجه كويسه جدا. مميزات الحمام اللحم الفرنساوي ان هو حمام سريع الانتاج، حجم الزغاليل بتاعته بتبقى كويسه جدا، بتبقى قد البلد يا جماعه مره ونص او مرتين.
بالنسبة لمشاكل الحمام اللحم الفرنساوي بتتلخص يا جماعة ان الحمام اللحم الفرنساوي مواصفاته الشكلية بتتشابه مع حمام كتير جدا. ممكن تشتري حمام تلتينات لونه ابيض له نفس شكل بالظبط وله نفس المواصفات الخارجية للحمام اللحم الفرنساوي، فهنا بيدي فرصة كبيرة جدا ان يبقى في غش ويبقى في نصب عليك في الحمام اللحم. فانت عشان تتخلص من المشكلة دي وتحلها لازم تشتري من حد ثقة، حد يكون معروف ان هو عنده لحم فرنساوي بيور. اخر نوع معانا النهارده ان شاء الله الحمام الزاجل. الحمام الزاجل ده بيتميز بانه هو سبحان الله طبيعته الحمام بيبقى جسمه كله عضل، فطبعا طعم الزغاليل بتاعته واكل الزغاليل بيبقى لها طعم تاني خالص. بيبقى حمام مميز يا جماعه في الاكل بتاعه، غير ان هو حمام حنين جدا، غير ان هو حمام بيرتبط جدا بالمكان بتاعه واللي هو نشأ فيه. تربية الحمام الزاجل بتتم بثلاث طرق. ممكن انت تربيه سايب في قلب العشة، ممكن تربيه في سلكات، وهنا السلكات بتاعته يا جماعة بتبقى يعني مش كبيرة قوي زي السلكات بتاعت الحمام اللاحم، ممكن او الحمام التقيل. ممكن تربيه مثلا في سلكات، السلكة بتبقى واجهتها 50 وعرضها 50 او عمقها كده 50 وارتفاعها بيبقى 40. الحمام منه حجمه مش كبير قوي، بيبقى واخد راحته جدا في السلكة دي. وممكن تربيه ايضا خارج العشه خالص. الحمام ده يا جماعه بيبقى مرتبط بالمكان بتاعه، وممكن يسافر او ممكن يطير على مسافات بعيده، وان شاء الله بيرجع ما بيغلطش في العشه بتاعته اللي هو نشأ فيها واللي هو طلع فيها. بالنسبة للإنتاج بتاعه ممكن يديك من 6 عشوش ل8 عشوش في السنة. هو يا جماعة حمام حنين جدا وبيرعى الزغاليل بتاعته بطريقة جميلة جدا. هو أنا بعتبره من أفضل أنواع الحمام اللي ممكن تربيها عندك. غير إن هو أنت ممكن في طرق معينة كده يا جماعة ممكن تطلق بيها الحمام بحيث إن هو يتعود على الدخول والخروج من العشة بطريقة سهلة وما يتلخبطش فيها. بس دي يا جماعة ان شاء الله محتاجة فيديو تاني هنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله عن ان انت ازاي تعود الحمام الزاجل ان هو يدخل ويخرج العشة بتاعتك، وممكن ترميه من على مسافات بعيدة ويرجع لك تاني ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر وشكرا ليكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.